صلوات على النبي. انتم سوا امس شرحتوا كويس. من شاف القرعه منكم؟ من حضر القرعه يعني؟ عصام رضوان. البقيه كلكم نايمين زيي ها؟ انا رغبت بصراحه، قد هبت وصلنا يعني ضروري تفرق القرعه. يعني اذا ما تفرقش القرعه ما بيجي لي اليابان ولا بيجي لي فلان ولا بيجي لي منتخب. هذيك الخبر وصلنا، واللي الجماعه ما شاء الله اللي يقوم قيمونا من النوم حسسونا انه قد سلينا كاس العالم. فرحانين مجموعه حقنا او بلايس كيس ضعيفه ولا تنفع. ما بالله نحن منتخب اليابان الفريق القوي. نحن قد اقوى من اليابان، قد سوونا اقوى من البرازيل حتى ومن المانيا. حبان ولا واحد فل. روح. سمعتوا؟ ايش رايكم بالقرعه؟ انا احاوركم الان. من اللي انتوا عرفتوا المجموعه حقنا صح؟ اللي هي البلد الصغير تايلاند ماليزيا ولاوس. اوكي، هاتوا عشان نستفيد كلنا، نفيد ونستفيد، نتناقش نتحاور. ايش رايك بالقرعه؟ كيف يعني المجموعه؟ حظوظنا بالمجموعه؟ احنا قلنا من بعد البطوله العربيه هدفنا لا الوصول تصفيات اسيا اللي هي بطوله اسيا. وصلنا الحمد لله. الان رايحين نلعب البطوله، والهدف اللي معانا والحلم اللي نحلمه ونسعى لتحقيقه هو كاس العالم. كاس العالم اولا قبل كل شيء. كاس العالم توصل بين الاربعه الاوائل، بين الاربعه بالمربع الذهبي تتأهل مباشرة الأربع اللي بيتأهلوا مباشرة، يعني الأربع فرق اللي تأهلوا لنصف النهائي تأهل مباشرة كأس العالم. بعد كأس العالم واحدة ناخذ الأمور. بعد كأس العالم بعد ما نتأهل بإذن الله تعالى إيش يكون؟ نلعب على البطولة. بعدين بطولة آسيا. ما تجيش بطولة آسيا قبل. نحن علمناكم. الآن كم معنا فرق المجموعة؟ المباراة الأولى تايلاند. من يقول تايلاند؟ المتفاضل ولقنا ماليزيا صح؟ وبعدها لاوس، وبعدها هل من المنطق يعني أنا وأنا أستعد ألاعب ماليزيا أفكر بلاوس المباراة الثانية؟ يعني لازم أفوز على 10 عشان أتأهل، أفوز على 20. هل ده منطق؟ هل ده في عالم كرة القدم يعني حقيقة ممكن يصير؟ أو منطق سوي يعني؟ لا أنا أفوز على تايلاند وأفوز على مش عارف مين، بعدين أجي ألعب مع تايلاند أتعادل وأطلع على الأول. هذه حسابات تضيعك. خصمي ماليزيا ما بفكر بماليزيا بس، ولا لي دعوه بحد، ولا كانه معي 3 فرق بالمجموعه، معي فريق واحد قدامي العب انا وهو فقط. بعد ما تنتهي المهمه وتنتهي مباراتنا مع ماليزيا ندخل مباشره بعد ما يصفر نهايه المباراه حكم مباراتنا مع ماليزيا. خلاص من ذاك الوقت حنفكر بالمباراه الثانيه بالخصم القادم اللي هو لاوس. بعدين نفس الكلام انطلق على تايلاند. وقلنا دائما نحن نلعب كل مباراه مشان نفوز، ما لنا دعوه بالحسابات. العب مشان تفوز، العب للفوز. الفوز يأهلك، ما عاد يخليك تدخل في حسابات ومتاهات بايخه. اخي العب فوز، احسن المباراه وانتهى. بعد ما تنتهي المباراه وانت تفوز تعال
شوف بالليل بعد المباراة بالمساء فرق في موقعك، في موقعك في المجموعة عادي ما في مشكلة. لكن قبل الكلام ده تدخل بالحسابات دي اوت. اسمعوا وصحوا وافهموا مجموعتنا ضعيفة ولا قوية ولا متوسطة ولا ما ندريش كيف بنواجهها؟ منتخبات قوية. الشعب اليمني كله مهلل فرحانين الناس، هذا بيطيروا من الفرحة إنه جينا بالمجموعة دي. وأنتم ما فرحتوا؟ لا ما فرحنا لأن خصمنا قوي. ها؟ خصمنا قوي. خصمكم قوي؟ البلد المستضيفة تايلاند وبين جمهورهم ماليزيا فريق قوي. ما عندك شيء مش بقياس البلد المستضيف يعني. تأهل آسيا. لا مكامن القوة والضعف مش مقتصرة بأنه يستضيف فلان البطولة ولا لا. في فرق تستضيف بطولة ضعيفة وتظهر بشكل ضعيف، وفي العكس. لكن عندك قطر. نعم. عندك قطر نقول لك كأس العالم استضافت ضعيفة. اسمعنا، أنا أتمنى أنكم ما تدخلوا الفيسبوك. أنا أتمنى أمنية لا تخلونا اضطر أشيل تليفونك. والله من الآن ما أعطيكم إلا بعد ما أرجع من تايلاند، قسما بالله العظيم. ما تدخلوا، لأنه في ناس يكتبوا ما لهم دعوة بالرياضة ولا لهم دعوة بكرة قدم، ما يفهموا كرة، يكتبوا محللين بالفيسبوك. منتخبات ضعيفة، المنتخبات ما تنفعش، ونحن وصلنا كأس العالم، مجموعتنا قوية. ما فيش منتخب وصل للبطولة الآسيوية ضعيف. افهم. باكستان تعرفوها؟ تعرفوها؟ يلا هاتوا لي المنتخب الأول حقهم، تعرفوه؟ عارف الناشئين. ها؟ الناشئين. الناشئين تصريفه عالمي، بالناشئين والشباب. الفريق الأول ضعيف هش. ماليزيا 11 مباراة ما خسرش، بما فيها مباريات مع منتخبات أوروبية العاب. لاوس قوي، انتوا شفتوا لاوس خسر من الشباب. مش مقياس انه خسر من الشباب يعني المنتخب الناشئ حقه ضعيف. كل المنتخبات قوية. احترم منافسك، احترم خصمك، احترمه، لكن لا تخاف مهما يجيك الخصم، ما تخاف منه، لكن الاحترام واجب تحترمه. تطلع نجم ونكون فريق قوي لازم نحترم خصومنا اللي بقابلهم. انا بلعب ضد لاوس والله العظيم، اذا جت لي اليابان ولاوس والله ما العب ضد لاوس الا زي ما بلعب ضد اليابان. كل ما اعطانا الله سبحانه وتعالى بقوه بخرجها ضد الفريقين سواء. ما بربخ هنا وباشد عمري هنا، ما في الكلام ده. هذه كرة قدم. وشفنا فرق تصرفت بتعالي مع الخصوم ودفعت الثمن غالي. الفرق ما كانت متوقعة. اوكي؟ اليوم المغرب تفوز على البرازيل. المغرب الفريق العربي اللي كان عادي، يعني فريق منتخب عادي، اليوم يفوز على البرازيل، المنتخب اللي كان الاول على العالم. 5 بطولات معه. احترم منافسك ومشي لاعب يفكر انه المجموعه حقنا ضعيفه. كل المجموعات قويه، كل المنتخبات لا نفس الحظوظ حقنا. نحن واليابان واستراليا ولاوس كلنا سوا. كل المنتخبات قادرة تفوز عليك، بالمقابل انت كمان قادر تفوز على كل المنتخبات. فقط ندخل البطولة محترمين انفسنا ومحترمين خصومنا وما نهاب اي منتخب. ونعطي
كل ما عندنا نعطيه في المباراة، وربنا بيوفقنا ان شاء الله. اما نتهاون نسترخي، شوف تعبنا، احنا تعبنا يمكن اكثر منتخب تعب، لا اليابان تعب زينا ولا ناس يعني حصلوها بارده، دوري عندهم ماشي وامور طيبه، معسكرات ماشيه حلاوه. نحن راضيين باللي اعطانا ربنا، فقراء راضيين، بالراحه راضيين، لكن هذا ما يعني اني اكون ضعيف وانا فقير الا وانا ضبحان ولا امكانياتي ضعيفه، لا هذه بالعكس تخلينا اقوى. وش يقول المعاناه تولد الابداع؟ ما فيش من فراغ ذا. ليش تسليتوا غرب اسيا وكنتوا رئيسين يعني؟ ها؟ لا تعبنا. رحتوا برا صح؟ هذا شو تعبتوا. المنتخبات قالت البحرين ابو 5 دقائق من البحرين لما الدمام، والمنتخبات كلها قالت مرتاحه وامكانيات وشليتوا البطوله. الناس رفعتكم فوق رؤوسهم. ابعدوا على الاقل، قاطعوا مواقع التواصل الاجتماعي في الفتره هذه، ما تدخلوها لانها سامه. نقول لكم الفيسبوك، مواقع التواصل الاجتماعي الان المجموعات سامه بالنسبه لك، بتشوش عليك، بتربكك، بتخرجك عن الاهداف اللي انت تطمح له، ما بتقدر تلعب. ابعدوا. اوكي؟ لانه بعضكم مش عارف كيف يتعامل مع الاعلام، بعضكم عندكم صغار ما تعرفوا كيف تتعاملوا مع الاعلام. اوكي؟ احيانا نحن نعرف نتعامل مع الاعلام اللي نحن كبار يعني، فما بالك انت اللاعب الصغير. ممكن تدخل تقرا منشور بسيط يغير افكارك دي كلها ويغيرك تماما، يخليك واحد ثاني، لكن سلمي. فالميدان يا حميدان، فندخل ونحن مؤمنين بحظوظنا بان احنا ننافس على البطوله ونوصل لكاس العالم. اوكي؟ ما نستهين بحد وما نخاف من حد. والله يجي لي برازيلي لاعبنا خلاص، هذا قالي وقعنا. يعني بدك في معركه، اما تقاتل مشان تخرج حي، ولا بدك ميت. بدك في معركه اصلا، انت عندك وسط معركه ومعركه قوي. بترفع الرايه البيضاء؟ لا يمكن. بقاتل لما الاخير، اقاتل وانا مؤمن ان انا ممكن انتصر على خصمي، امشي اعيش انقي يعني اعود للحياه من جديد بعد قتالي، بعد ما قاتلت. اما الاستسلام بتموت، بعدين هزم، بتروح، بنقر ديار الخيبه يعني معانا للاسف. بعد التعب والمشوار الطويل ذا والمعاناه نروح، لا مش مقبول. والناس منتظرين فرحه. شفتوا العالم كيف متفاعل معاكم، شفتوا امس اللاعب القدامى الكل يحبكم ومنتظر منكم. خلاص انتم اصبحتوا الفرحه اللي الناس تنتظرها منكم. البعض والله من المواطنين اليمنيين نسوا الحياه، حتى يشوفوكم انتم بالنسبه لهم انتم العيد، انتم العيد اللي ينتظروا. فما نخيب ظنهم يا شباب. احنا رجال ونحترم الناس. والله لو يلاعب لنا فريق حاله بحترمه وبخمده بالمباراه، لكن ما وانا احمل له كل الحب والاحترام. اوكي؟ سيبوكم من مواقع التواصل الاجتماعي. المره الاخيره اتكلم، ما بطولش. اعتبروها رجاء. لما انا ماشي مش حلو ان انا اشيلها من الان عليكم التليفونات، مش حلو. لكن لو اضطريت والله انا بشيلها.
لو وصل الامر شفت انه الامر ممكن يكون في خطوره عليكم، والله باشا الدوالات بس لا بالنعم ما بعطيك الا لما نروح نعيد ولا بعد تايلاند. اذا بقينا استمر المعسكر على طول. خلاص شباب؟ وعد؟ مجموعتنا ضعيفه ولا قويه؟ قويه. ونحن؟ ونحن قوه باذن الله تعالى. اوكي؟